فادي عضلات فيديو جديد. النهارده يا جماعه هجرب لكم وجبات الكيتو اللي كان اتكلم عليها الدحيح. الكيتو ده يا جماعه ده نظام غذائي، يعني فكرته انه هو ما بيعتمدش على نظام الرجيم القاسي، يعني هو في اصلا، يعني انا باختصار كده هديكم فكره عن الموضوع اللي هو ايه. فكره ايه ان انت لما بتيجي تعمل رجيم قاسي، لما بتضغط على نفسك وبتبقى ايه معظم الاكلات ما بتاكلهاش، يا دوبك بتاكل حاجات بسيطه جدا. الرجيم القاسي ده مع الوقت ممكن يضرك، لان المواد الغذائيه المهمه ما بتوصلش للجسم والحاجات كده. فبتيجي انت حتى مع الوقت ممكن تيجي في وقت من الاوقات يعني تلاقي نفسك بتخرب الدايت ده، وبيبقى الوضع اسوأ من الاول، لان انت لما بتيجي تاكل بتبقى بتفتري بقى، انت حارب نفسك بقالك مده كبيره، فلما بتيجي تاكل بتفتري، وطبعا بتتخن اكتر من الاول. فوجبات الكيتو يعني باختصار كده هي فكرتها اللي هي معتمده على نظام غذائي ما يكونش في حرمانيه قوي. هو ليه انا مش جاي اكلمكم عن النظام بقى وتفاصيله وازاي تعمل كيتو، انا مش خبير في الحاجات دي، بس هي الفكره ان الوجبات اللي بتستخدم في الكيتو دايت لازم يكون فيها نسبه كبيره من الدهون والبروتينات ونسبه قليله جدا من الكربوهيدرات. طبعا انا عارف انتوا مستغربين ازاي يكون فيها نسبه كبيره من الدهون والكلام دوت، ما هي برضك بالعقل. يعني انت مش تيجي تطلب مثلا في مطعم وجبات كيتو وتقعد كل يوم تاكل وتقول انا بعمل دايت، لا هي مش كده خالص يا جماعه. هي بتبقى بمعدلات بسيطه برضك، بس ما فيهوش حرمانيه قوي. ليه نظام كده بقى اقروا عنه انتوا لو حبيتوا تعرفوا تفاصيل اكتر. المهم يعني النظام الكيتو ده بيعتمد بقى على الاكلات فيها بيبقى داخل فيها لحوم وفراخ واسماك وحاجات كده، يعني فاهمين يا جماعه. فالنهارده انا والاول مره هجرب لكم وجبات الدايت من مطعم اسمه اولدز. في المنيو 5 وجبات دايت، هو سماها في المنيو دايت، بس هي في مطاعم تانية بيسموها وجبات الكيتو. بصراحه انا عاجبني التغليف حتى لو مش عامل لايك وفي فيديو جيمنج حلو في الديسكربشن. انا في بس حاجه غريبه قوي، الاكل هيوصل في 40 دقيقه، ما اعرفش اشمعنى 40 دقيقه، يعني هو اصلا ما وصلش في 40، هو وصل في 52 دقيقه، مع ان في الريسيت مكتوب متوقع الوصول خلال 60 دقيقه. مش عارف يعني. طيب عايزين نوصل انا بتعذب عشان اوصل للاكل، عمال افك اي الدبوس دخل فيها دبابيس كتير. ليه في ايه كل دي دبابيس كتير في كل حته، ليه كده؟ كفايه. الله شكرا. احنا ناكل بالاتيكيت ولا ايه؟ مناديل وشوك وسكاكين وحاجات اهو. وفي جلافز يا شباب. طيب اول وجبه معانا اول وجبه معانا دايت برجر. هو ده الجديد في 2023. يا شوف انت ده بيقول لك ايه، يقول لك في الدايت ما تاكلش البرجر والحاجات المأكولات السريعه واللي مش عارف ايه، ده الجديد بقى. دايت البرجر. ودي سعرها 110 جنيه ومكوناتها قطعتين برجر مشوي على الجريل، مشوي بقى مش مقلي، مع المشروم وميكس الخضروات الفريش. هما قطعتين برجر بس ايه مقطعينهم، المفروض معاهم مشروم وميكس خضروات ماشي، بس فين المشروم ده بقى؟ انا شايف ميكس خضروات بس مفيش مشروم. فين المشروم ده يا شباب؟ محدش لقى مشروم يا شباب. مشروم تايه يا ولاد الحلال. يعني مش كفايه الواحد حارب نفسه كمان ياكل الاكله من غير مشروم؟ ما ينفعش كده يا جماعه. بص كاتبين اسم المطعم في كل حته، على المعالق وعلى الشوك وتلاقي العلبه عليها رقم التليفون. على فكره عاملين حاجه غريبه في رقم التليفون بتاعنا، لما اتصلت لقيته زي نظام الكول سنتر اللي هو ايه، هم ليهم فرع بورسعيد وفرع بورسعيد، يقول لك ايه للطلب من فرع بورسعيد اضغط 1، للطلب من فرع بورسعيد اضغط 2. فقلت ايه ده؟ مع ان ده رقم موبايل عادي، يعني مش اللي هو رقم زي 19 3 ستات مش عارف ما هواش كده، ما هواش خط ساخن يعني، فما اعرفش ده بيعملوها ازاي بصراحه. ايه ده مفيش معالق، هم حاطين شوك وسكاكين بس، اللي مش مستاهله معالق، هو مفيش رز اصلا، مفيش رز. على فكره الوجبات دي اول ما شفتها في المنيو كنت مستغرب ان هي ما فيهاش رز، مش مكتوب رز خالص، ولما اتصلت بيهم سالتهم قالوا لا ما فيهاش رز، فانا كنت مستغرب جدا في الاول، بس بعد كده حسيت الموضوع منطقي، يعني دايت يعني طبيعي ما يكونش فيه رز، بس فيه برجر. ما فيش رز بس فيه برجر عادي. دايت بقى يا جدعان. ما عشان الرز فيه كربوهيدرات والعيش فيه كربوهيدرات، فعشان كده الوجبه يعني بعيدة خالص عن الحاجات اللي فيها الكربوهيدرات.
بس دهون عادي. ده الجديد يا جماعه، الدنيا بتتطور بقى يا جماعه. بس فكره ان البرجر مشوي على الجريل دي فعلا تخفف برضك من ايه، من يعني ما تتخنش قوي، لان هو البرجر نفسه فيه دهون وكل حاجه، ولكن هو مش مقلي، فالزيت يعني بيزود، عارفين ازاي نقدر نقول كده المثل اللي بيقول لك ايه، يزود الطين بله. انت عارف في الكلمه يعني اما ادفع في وجبه دايت 110، طب ما انا ادفعها في وجبه فيها بقى رز بسمتي وبتاع وكده، وطز في الدايت بقى. لو الدايت هيكلفنا اكتر يبقى طز في الدايت، انتوا كده ما بتشجعوناش على الدايت. الله، المفروض وجبه الدايت تبقى ارخص يا جدعان. يعني مفيش مشروم خالص. كده الوجبه جايه لي ناقصه، لان هما كاتبين مع مشروم، مفيش مشروم. معرفش ايه الاصفر دوت. عارف مفيش مشروم خالص يا جدعان. لا بجد انا زعلان. هي السلطه اللي بحطها عباره عن طماطم، خيار مخلل، الاصفر ده تقريبا ده فلفل اصفر، البرجر طعمه جميل. اتفضلوا معايا بقى. على فكره يا جماعه، انا في رايي احسن دايت فعلا يتعمل هو الدايت اللي ما يبقاش فيه حرمانيه، لان انت بتضر صحتك جامد. لدرجه في ناس يا جماعه من كتر ما بيجوا على نفسهم في الدايت ويضغطوا على نفسهم ويمنعوا اكلات كتير جدا. يعني في ناس تقول لك ايه، انا بعمل دايت، اكل لي تفاحه الصبح، اكل لي مش عارف موزه بالليل، اكل لي ايه يا جماعه ده؟ بتيجي على صحتك جامد، وعناصر غذائيه مهمه جدا بتخشش جسمك، فبتيجي ممكن بعد كده تلاقي نفسك بتدوخ وتقع في الشارع. لا ما ينفع يعني، لا ما تضغطش على نفسك قوي للدرجه دي. المعقول حلو، عشان لما تحرم نفسك قوي 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 هتيجي في لحظه هتلاقي نفسك مش قادر وهتفتري فعلا في الاكل، كل اللي عملته ملوش اي لازمه. بس طعم البرجر المشوي على الجريل مختلف خالص عن البرجر اللي هو العادي اللي بيتقلى في الزيت، تحس فيها ده ألذ. طبعا البرجر مصنوع من اللحوم ففيه بروتين كتير. طبعا هو طعم البرجر جميل، ولكن الوجبه مش كامله. اللي مكتوب في الوصف ما جاليش بالظبط زي ما مكتوب. طبعا لو كان فيها مشروم اكيد هتبقى احلى بكتير. انا بحب المشروم بصراحه، والمشروم مغذي جدا. فطبعا لا كده الوصف ايه، فانا اقدر اقول الوجبه دي اقول لها عليها يعني تقييم نص نص، لان هي ما جاتش كامله، ما جاتش زي الوصف. ما فيش حتى جوه مشروم لوحده ولا اي حاجه. يعني بصوا يا جماعه، مفيش اي حاجه اهو، مفيش غير هي الوجبتين في العلب دي وخلاص. يعني انا قلت حتى جايز يكون في مشروم لوحده جوه ولا حاجه، للاسف ما فيش. طيب الوجبه الثانيه معانا يا شباب، اللي هي وجبه دي اسمها وجبه الدايت تشيكن. الاولى اسمها الدايت برجر، انما الثانيه دايت تشيكن. دايت الفراخ ودايت يا جماعه زي ما بقول لكم 2023 بقى التطور بقى العلمي بقى يا جماعه بقى. دايت تشيكن ده عباره عن قطعتين من صدور الفراخ المشويه، برضك ما هي مش فراخ بانيه بقى والحوارات دي، تلاقي الكلام ده كله ما ينفعش في الدايت. فراخ مشويه عشان تبقى صحيه. وطبعا انتوا عارفين ان صدور الفراخ اصلا فيها بروتينات كتير،
يبقى قطعتين صدور الفراخ المشويه على الجريل مع المشروم وميكس الخضروات الفريش. طيب اما اشوف بقى المره دي في مشروم ولا لا. للاسف بردك مفيش مشروم. طب ماشي، لو الحاجه مش موجوده كامله قولوا لي اطلبها يوم تاني، انما الحاجه مش كامله وتجيبوها لي، طب ليه؟ ما انا كده استفدت ايه؟ طيب انا بجرب الوجبه مش كامله، التجربه كده مش كامله. المشروم طبعا كان يعمل فرق يا جماعه لما يبقى في فراخ ومعاها مشروم، برجر ومعاها مشروم، انما انا كده يا دوبك برجر وفراخ، مش حاسس فاهمين يا جماعه؟ لا يا ليه كده؟ طب الحاجه ناقصه خلاص قولوا لي. بصراحه يا شباب بتضايق جدا لما مطعم يبقى في عنده حاجه ناقصه ويطلع الاكله برضه. طب ليه؟ قول لي لا يا فندم الاكله دي مش هنعرف نطلعها النهارده عشان في حاجه بالمكونات بتاعتها ناقصه. انا مش هزعل واطلب الاكل يوم تاني، انما تبعت لي الاكل ناقص ليه؟ بصراحه الحركه دي ما عجبتنيش خالص يا شباب، خالص خالص يعني. بردك السلطه هي نفس السلطه والله انا زعلان، يعني انا زعلان بصراحه. بصوا يا شباب صدور دجاج مشويه اهيت، اما تدوق كده يا جدعان والله الموضوع ده هيجنني ومش عارف سره ايه. بقالي فترة كبيرة كل ما اجيب فراخ من اي مطعم طعمها يبقى غريب ومختلف، ومش دي الفراخ اللي انا متعود عليها الحلوة. مش عارف في ايه في موضوع الفراخ، ايه السر في موضوع الفراخ؟ انا شاكك في حاجة بس مش عايز اقول، بس عندي احساس ان اللي في بالي هو اللي صح. حاسس كده المطاعم بتوفر وبتجيب يعني انتوا فاهمين بقى. والله طعمها مش الفراخ اللي انا متعود عليها خالص خالص يا جماعه. في حاجه غريبه، انا هتجنن لدرجه انا بقيت بكره اطلب فراخ من مطاعم. الموضوع من كتر ما بقى متكرر بشكل كبير جدا، انا بقالي شهور كل ما اجيب فراخ من المطاعم الاقي في حاجه غلط، في حاجه غريبه. مش حلوه. اكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات هل حاسين ان الفراخ من المطاعم الايام دي فيها حاجه غريبه، في حاجه غلط ولا لا؟ اكتبوا لي انتوا حاسين بيه بالظبط. لا اكيد انا مش لوحدي يا جماعه. اتفضلوا معايا بقى. يعني حاجة غريبة كل المطاعم كده ازاي؟ يا خوفي بس لا تكون ايه ده فلفل احمر طيب طبعا انا كده يا جماعه جربت لكم وجبتين، طب فين بقى الثلاثه الباقيين؟ لا يا جماعه الوجبات التانيه ما هي الا ميكسات من الوجبتين دول. يعني مثلا في وجبه اسمها الدايت تشيكن برو ب 130، ده عباره عن 3 قطع صدور بدل قطعتين. في وجبه اسمها الدايت ميكس دي سعرها 110، عباره عن قطعه برجر مع قطعه فراخ ومعاه برضك المشروم والميكسات اللي هو المشروم اللي ما شفناهوش دوت، كاتبين في المنيو مع المرشوم. مرشوم ايه بس واخر وجبه اللي هي الدايت ميكس برو ب 150، عباره عن قطعه برجر وقطعتين فراخ. يعني مجرد تشكيله كده بالوجبتين، لكن يعني يعتبر الوجبتين اللي انا جربتهم دول هم دول الوجبتين الاساسيين اللي ببدا عليهم. يعني يعتبر كاني جربت ال5 وجبات اساسا. في بس حاجه غريبه يا جماعه، التوصيل عندهم ب 16 جنيه،
فانا مش فاهم ايه يعني اشمعنى 16 يعني، ليه مش 15 مثلا يعني. استغربت قوي بالرقم يعني. بس طبعا التجربه بصراحه يعني، هو البرجر كان حلو بصراحه، البرجر كان حلو، طعم اللحم جميل ولذيذ. الفراخ ما عجبتنيش رغم ان شكلها كان يحبس يعني. طبعا ما عجبنيش خالص ان الوجبات جايه ناقصه. بس كده يا جماعه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا فيديو جديد. سلام. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me.